طفل كان بيصلي، ست كانت ماسكة المسبحة، وشاب واقف بيرمي. وفي لحظة الكنيسة اتملت دخان وصراخ. تفجير في كنيسة بسوريا، شهداء وهم بيصلوا. يعني حتى بيوت ربنا ما بقتش أمان. يعني حتى الصلاة ممكن تنتهي بدم. سؤال بيصرخ جوه قلوبنا، يا رب فين وليه وهنكمل ازاي؟ وفي عز الضلمة في نور بيطلع من السماء وبيهمس. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. يا رب في قلوب حزينة، وفي عيون دموعها نشفت، وفيه ناس جوه دخلوا الكنيسة وما رجعوش. في أمهات فقدوا أولادها، وفي إخوة بيحاولوا يصدقوا إن آخر لحظة كانت ترنيمة وبعدها تفجير. انت يا رب شايف وسامع وواقف وسط الكنيسة المنكوبة. انت قلت إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساكم، وإحنا جايين لك بكل الكسرة دي وبنقول لك عزينا يا يسوع، جبرك هو اللي باقي. أنا مصرية وعارفة كويس يعني إيه كنيسة تتحرق، يعني إيه تصحى تلاقي كنيستك مولعة والمسبح أسود من النار. أنا شفت ده بعيني في المنيا وفي الوراق وفي مبابة وفي دلجة وغيرهم، لكن شفت كمان إيد ربنا بيلم الرماد وبيحوله لمسبح جديد. وشفت الأطفال اللي كانوا مرعوبين وبيبقوا مرنمين. وشفت العيون اللي بكت بتعلم ولادها وتقول يا رب ارحم. احنا مش بس بنحكي عن سوريا، احنا بنصلي عن كل وجع مرت به الكنيسة من جيل لجيل. بنحط بين ايدك كل شهيد وكل أم شهيد. هو ليه يا رب؟ ليه الكنيسة تدفع الثمن؟ ليه بيوت التسبيح تبقى ساحة حرب؟ بس انت قلتها، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يا يسوع، انت ما وعدتناش بحياة مريحة، ولكن وعدتنا بحضورك وسط الألم، وهو ده اللي فارق. اللي استشهدوا في الكنيسة ما كانوش لوحدهم، ملاك الرب كان حواليهم، ويسوع كان في وسطيهم، والدم اللي نزل ما راحش هدر، ده بقى بخور قدام عرشك. خد نفس واقفل عينك وتخيل انك جوه الكنيسة دي، حوالين منك ترانيم وشموع وإخوة في حضن يسوع. وفجأة نور ساطع وصوت يسوع، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. اللي فقدناهم ارتاحوا وهم دلوقتي في حضن الآب، لكن إحنا اللي لسه على الأرض محتاجين عزا. يا رب عز القلوب اللي موجوعة، امسح دموع كل أم، طمن كل أب بيحاول يتماسك قدام ولاده، شد إيد كل خادم فقد إخواته في الكنيسة. قل لنا أنا هو الراعي الصالح، والراعي يبذل نفسه عن الخراف. وإحنا عارفين إنك مش هتسيبنا حتى في الموت، إنت حاضر حتى في الدمار، إنت مقيم من رجاء. قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح. يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه. كل آية من دول مش كلمات، دي وعود حقيقية، ووعود مكتوبة بالدم ومختومة على الصليب. لو الشهيد اللي استشهد جوه الكنيسة رجع دقيقة واحدة وقال لنا رسالة، كان هيقول أنا بخير، أنا مرتاح، أنا شايف يسوع وشه وجها لوجه. قولوا لكل حزين ما تبكوش عليا، صلوا علشان تبقوا معايا، حافظوا على الإيمان، مهما اشتدت النار حبوا الكنيسة، مهما حصرتها الأبواب. قولها بصوت واطي، يا رب أنا تعبان بس أنا واثق إنك قريب. يا يسوع خد الحزن ده وحوله لرجاء. يا روح الله املي قلبي سلامك، اللي لا العالم يعرفه ولا العالم يقدر يسلبه. يا يسوع قلبنا موجوع بس انت طيب القلوب، كنيستك تعبانة بس انت حجر الزاوية. الناس بتسأل فينك واحنا جوه ايماننا بنصرخ هو امس واليوم والى الابد. ما تخليش الموت يسرق منك الحياة، ما تخليش الحزن يطفي نورك. قوم وصلي وحافظ على ايمانك واطلب من ربنا عزا حقيقي ونعمة تفوق العقل. وصدقني زي ما قال داود، إني أعود فأنظر إلى صراح الرب في أرض الأحياء. الخير جاي والرجا ما ماتش والسلام لسه متاح.
أوقات كتير وإحنا بنشوف الحروب والتفجيرات والموت حوالينا الشيطان يهمس لنا هو فين ربنا؟ سايب ولاده يموتوا؟ لكن الحقيقة ربنا مش سايبنا. ربنا جوه الكنيسة وقت التفجير، وكان ماسك ايد كل شهيد، وكان بيلم أنينه وبيحوله المجد. عارف يعني ايه شهيد؟ يعني شخص مات بس مش خسر، ده انتقل من الأرض للسماء، من وجع الدنيا لراحة الملكوت. وربنا اللي ايده صنعت كل الكون ما سمحش بحاجة إلا وهي في الآخر هتجيب خير، زي يوسف لما اترمى في البير، وزي داود لما هرب للجبال، وزي المسيح نفسه لما اتعلق على الصليب. وبعد ده كله كانت القيامة. الدم عمره ما بيكون نهاية، الدم بيولد ولاد جدد للإيمان، وبيفكرنا إن الكنيسة عمرها ما وقعت، بالعكس قامت من وسط الرماد. فاكرين لما حرقوا كنيسة ماري جرجس في طنطا؟ ولا البطرسية؟ فاكرين لما يوم شم النسيم بدل ما يكون عيد بقى عزا؟ بس بعدها الكنيسة ما سكتتش، رنمت وقامت وقدمت قداسات على أرواح الشهداء، وكأنها بتقول للموت أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ رسالة لكل قلب موجوع ومكسور. يسوع مش نسيك يا كل واحد فقد غالي عليه، في يوم هتشوفه تاني. والمسيح وعدنا أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا أأتي أيضا وأخذكم معي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يعني الحكاية ما انتهتش، لسه في مجد مستنينا، ولسه في لقاء جاي في السماء. غمض عينك وتخيل يسوع واقف قدام الكنيسة المنكوبة، بص على الحجارة وبص على الشهداء وقال أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. إحنا كنيسة مش ضعيفة، إحنا كنيسة شهداء، كنيسة دمها ساب علامة في التاريخ، من ماري جرجس للبابا بطرس للطفل اللي استشهد وهو ماسك صليبه. الكنيسة اللي في سوريا النهاردة حزينة بس كمان مجيدة، لأن اللي استشهدوا بقوا في صفوف السماويين بيرنموا تسابيح ما نعرفهاش لسه، لكن هنسمعها يوم ما نوصل. قول الصلاة دي معايا: يا رب احنا ما فهمناش ليه حصل كده، بس واثقين انك معانا. احنا موجوعين بس مش لوحدنا، كل دم نزل انت جمعته في زجاجة النعمة، وكل دمعة نزلت هتكون شهادة ليك. هنكمل وهنصلي وهنتمسك بالكنيسة وبالقداس وبالمسبح، لأن دي الأماكن اللي بنقابل فيها السلام الحقيقي. يا يسوع امسك ايد كل حد بيبكي، عزي كنيسة سوريا، عزي القلوب اللي فقدت أعز الناس، وخلي الحزن ده يبقى سبب رجاء ونور يطلع من وسط الرماد ويشهد لك إنك حي، إنك موجود، إنك الطريق والحق والحياة. أمين يا رب. المس القلوب وعزي كل مجروحين. أمين يا رب.